هذه السيدة المبدعة حولت البطاطس إلى لازانيا مذهلة بدون استخدام الباستا. أولاً، قطعت البطاطس إلى شرائح وقلتها في الزيت مع رشة ملح حتى صارت ذهبية ومقرمشة. ثم في مقلاة أخرى شوحت البصل مع الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر، وأضفت القليل من بودرة الثوم. بعدها وضعت نصف كيلو من اللحم المفروم ومعه الملح والفلفل وصلصة الطماطم والقليل من الماء حتى حصلت على صلصة غنية وسميكة. الآن جاء وقت الترتيب. طبقة من البطاطس، فوقها اللحم المتبل، ثم جبن الموزاريلا المبشور. كررت الطبقات حتى امتلأت الصينية، وأنهيت بطبقة جبن سخية. غطيتها وطبختها على نار هادئة حتى ذاب الجبن وأخذ لوناً ذهبياً شهياً. والنتيجة؟ لازانيا البطاطس باللحم والجبن، طبق مشبع لذيذ ومثالي مع الأرز أو بدونه. إذا شاهدت الفيديو للنهاية، اكتب كلمة الوصفة في التعليقات، وشارك اسم مدينتك لأعطيك شكراً خاصاً في الفيديو القادم.